أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم بتعمق أكتر في منطقة بتتقاطع فيها علم النفس الحديث مع تراثنا الديني، منطقة الذكاء العاطفي. هنشوف إزاي المبادئ الأساسية للذكاء العاطفي دي موجودة وليها جذور وأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية. هو المصطلح نفسه ممكن يكون جديد شوية أو حديث، لكن الفكرة نفسها، فكرة إن الواحد يفهم مشاعره ويتحكم فيها ويتعامل مع الناس صح، دي أصيلة جدا في الإسلام. تمام، وإحنا معانا مجموعة مصادر بحثية ودراسات حاولت تستكشف النقطة دي بالذات، فهنعتمد عليها أكيد بجانب النصوص الأساسية نفسها، القرآن والسنة. والهدف الأساسي هو نوضح إزاي الإسلام قدم إطار عملي ومتكامل عشان ننمي المهارات دي. مش مجرد كلام نظري، لأ، دي مهارات أساسية عشان الشخصية تكون متوازنة روحيا وعقليا واجتماعيا. ممتاز. طيب لما بنتكلم عن الذكاء العاطفي بشكل عام بنقسمه لأربع حاجات أساسية كده: وعي بالذات، إدارة الذات، وبعدين وعي اجتماعي أو تعاطف، وأخيراً إدارة العلاقات. خلينا نشوف بقى إزاي المصادر دي والدراسات دي بتربط المكونات دي بالقرآن والسنة. ممكن نبدأ بإيه؟ ممكن نبدأ بالقرآن طبعا. في آيات كتير قوي، بس يمكن أشهرها الآية اللي بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعاً آية عظيمة. بالظبط. هنا بقى الرحمة واللين دي مش مجرد صفات حلوة وخلاص، لا، دي أدوات فعالة جدا في إدارة العلاقات. الرحمة دي ممكن نشوفها كأنها وعي بمشاعر الناس واحتياجاتهم، واللين هو التطبيق العملي للرحمة دي. ده أساس أي علاقة ناجحة. تحليل جميل جدا للآية دي. طيب ده جانب العلاقات والتعامل مع الناس. بالنسبة بقى لإدارة الذات اللي هو التحكم في مشاعري أنا وسلوكياتي. هنا سورة الشرح بتيجي كمثال قوي قوي. مش بس فكرة إن بعد العسر يسر، اللي هي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تكرار ده للتأكيد. أيوة، لكن الأهم كمان الطريقة اللي السورة بتقدمها للتعامل مع الضيق. أولاً، فيه اعتراف بيه، ألم نشرح لك صدرك. وبعدين في توجيه للنظر للمستقبل والثقة في الفرج. الدراسات اللي بصينا عليها بتشوف ده كدليل على بناء المرونة النفسية، الريزيلينس زي ما بيقولوا. المرونة النفسية، القدرة على التجاوز والتعافي. بالظبط كده، وده عنصر أساسي في إدارة الذات. طب والوعي بالذات بقى، إني أبقى عارفة نفسي، عارفة نقط قوتي وضعفي. هنا بقى دعاء سيدنا موسى واضح جدا ومباشر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ياه، دعاء جميل قوي. شوفي هنا، في اعتراف واضح وصريح بصعوبة أو نقطة ضعف اللي هي عقدة من لساني، وبعدين طلب محدد للمساعدة عشان يحقق هدف معين، وهو إن الناس تفهمه، يفقه قولي. ده وعي دقيق بالذات وسعي كمان لتحسين المهارات. فعلا. ومثال الصبر كمان مهم قوي في إدارة الذات دي، صبر الرسل اللي القرآن ذكره، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. ده مش صبر سلبي كده وخلاص، صح؟ لا طبعا، ده تحكم فعال جدا في ردود الأفعال، خصوصا تحت الضغط والأذى. ده قمة إدارة الذات. تمام. ولو رحنا للتعاطف أو الوعي الاجتماعي، نرجع تاني لوصف القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آية مؤثرة جدا. جدا. وشوفي كلمة عزيز عليه ما عنتم، يعني يصعب عليه ويتألم لمشقتكم وتعبكم. ده تعاطف في أعلى درجاته، كأنه حاسس باللي الناس حاسة بيه بالظبط. طب وهنا عندي سؤال بقى بخصوص قصة سيدنا يعقوب، الآية اللي بتقول وابيضت عيناه من الحزن فهو قزيم. دي بتوضح قد إيه المشاعر ممكن تأثر جسدياً. صحيح. بس هل الآية دي بتقدم لنا دليل على إدارة الحزن ده، ولا هي مجرد وصف لقوة الحزن؟ التوجيه هنا بيكون إزاي بعيداً عن اللجوء لله طبعاً؟ سؤال مهم جدا. هو فعلا الجزء الأول من الآية بيركز على شدة الأثر الجسدي للحزن، وده في حد ذاته وعي بأهمية المشاعر وخطورتها لو سبناها من غير تعامل. لكن تكملة القصة هي اللي بتقدم جانب الإدارة، اللي هي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هنا توجيه الحزن والشكوى للمكان الصح، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما يكتمه جواه فينفجر بشكل مؤذي أو يطلعه على اللي حواليه. ده في حد ذاته طريقة للتعامل والتفريغ المنظم للمشاعر. شكل من أشكال إدارة الذات. هو مش بيلغي الحزن، لكن بيوجهه صح. فهمت قصدك.
توجيه الشعور نفسه. والقرآن كمان مليان أمثلة على الذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة العلاقات وقت الأزمات، زي مثلا توجيه ربنا للسيدة مريم بالصمت. موقف السيدة مريم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصمت هنا ما كانش ضعف أو هروب، صح؟ لا طبعا، ده كان قرار استراتيجي ذكي جدا، استخدام للصمت كأداة قوية عشان تتجاوز موقف اتهامي صعب جدا. دي قوة حقيقية في إدارة الأزمة. فعلا. ومثال تاني رائع في إدارة العلاقات وقت التوتر الشديد هو طريقة تعامل سيدنا هارون مع غضب أخوه سيدنا موسى عليهما السلام. لما رجع ولقاهم عبدوا العجل. بالظبط. بدل ما سيدنا هارون يدافع عن نفسه بشكل مباشر ومنطقي بحت، عمل إيه؟ استخدم نداء عاطفي ذكي قوي. قال يا ابن أمي، يعني يا ابن أمي. بيفكروا بالرابط اللي بينهم. تماماً، فكروا بالرابطة الدموية والعاطفية القوية اللي بينهم عشان يمتص الغضب الأول ويهيئ الجو للحوار بعد كده. ده ذكاء عاطفي عالي جدا في قراءة الموقف واختيار الرد المناسب. ده غير طبعا السنة النبوية نفسها اللي هي التطبيق العملي لكل ده. النبي عليه الصلاة والسلام كأسوة حسنة. أكيد السنة مليانة مواقف وتفاصيل، يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الحديث ده مهم قوي. مهم جدا. ده مش مجرد ذكر بنردده وخلاص، ده تمرين يومي، تمرين في الوعي بالذات، اللي هو مراقبة الحالة الداخلية. لغيان على قلبي، يعني زي غشاوة أو ضيق بسيط. وبعدين إدارة الذات عن طريق الاستغفار، كأنه عملية تنظيف وتجديد مستمرة للقلب. الأبحاث الحديثة دلوقتي بتتكلم عن أهمية الممارسات الصغيرة المنتظمة زي دي في بناء المرونة العاطفية على المدى الطويل. يعني الخلاصة اللي بنشوفها في المصادر والدراسات دي إنه القرآن والسنة بيقدموا منهج حياة متكامل لتطوير ذكائنا العاطفي. بالظبط. مش مجرد نصوص نظرية يعني، لا ده منهج عملي. نبدأ بفهم نفسنا ومشاعرنا كويس، وبعدين نتعلم إزاي نديرها صح بصبر وبحكمة، ونوصل في الآخر إننا نتعاطف مع الناس اللي حوالينا وندير علاقاتنا معاهم بشكل فعال، كله برحمة ووعي. وممكن نضيف لده كمان فكرة التوازن والمسؤولية اللي الإسلام بيأكد عليها دايما، حتى في حاجات بسيطة زي الأكل والشرب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. التحكم في النفس هنا ومنع الإسراف ده جزء من إدارة الذات برضو. طبعا التحكم في الرغبات. بالظبط. وده بيمتد لكل جوانب حياتنا وعلاقتنا بالكون وبالنعم اللي حوالينا. كل ده بيصب في بناء شخصية متوازنة وسوية. وممكن نختم بنقطة كده للتفكير بعد ما نخلص، يعني إزاي ممكن نرتقي بفكرة التعاطف دي في حياتنا لمستوى أعمق شوية. مستوى أعمق إزاي؟ يعني مش بس إننا نفهم مشاعر اللي حوالينا لما يعبروا عنها بالكلام أو بالتصرفات، لا، إننا نحاول نستشعر احتياجاتهم ونبادر بالمساعدة أو الدعم حتى من قبل ما يطلبوا، زي ما بنلمح كده في مواقف كتير للأنبياء والصالحين اللي القرآن حكى عنهم. ممكن ده يكون المستوى اللي بعد كده لتطبيق الذكاء العاطفي المستلهم من تراثنا، نقطة تستحق التفكير فعلا.